اهلا بيكم حلقة جديدة. يا رب القصة النهاردة تعجبكم. هي مش رعب قوي بس يعني هي حقيقية. احلى حاجة فيها اللي هي حقيقية. اسم القصة العائد. تأليف بلاش تأليف. بلاش، يعني احنا دايما بنقول اللي هي حقيقية، بعد كده نرجع نقول تأليف عشان نطمن الناس، لكن بلاش المرة دي نقول تأليف، خلينا نرجع بقوة شوية. يمكن اسم القصة مش مرعب قوي ولا القصة نفسها، لكن في الاخر القرار ليك. انت اللي هتقول حلوة وانت اللي هتقول وحشة. بداية انا مش دجال ولا بسخر جن ولا الحاجات دي نهائي، لان الناس كتير طلعت عليا كده من اللي شافوه مني، ومن كمان ان اي حد كان بيقعد معايا يتكلم او يسمع صوتي بعديها كانت حياته بتتغير. حياتي كلها عبارة عن سنتين عشت فيهم كل شبابي، لكن بعدها بدأت تتغير كل حاجة. تتغير من ناحية ايه؟ من ناحية كل حاجة وخلاص، من ناحية الصحاب الجيران الأهل، كل حاجة اتغيرت، ويعتبر كمان ما بقتش موجودة. خليني أبدأ من الصيف اللي فات واللي حصل فيه. أنا اسمي أمير. أولا يعني واحد من الشباب العادية اللي في سن 23 سنة. خلصت جامعة والمفروض اللي انا يعني خلاص خلصت وهبتدي اقدم على شغل وكده. طب عايز اخد قسط من الراحة بقى، عايز اخد راحة كده وصيف يعني، عشان التعب اللي شفته طول السنة كمان. اقترحت انا وصحابي ادهم ومحمد وخالد اننا لازم نغير جو شوية، وهما ما صدقوا، وافقوا على طول كمان. اقترحوا يا جماعة نروح فين كده. كله ما كانش مدي اي حاجة، يعني محدش فكر غير ادهم. قرر ادهم او اقترح اننا نروح مكان قريب من قرية كده، وبعدها استغربت جدا. قرية؟ قرية ايه يا ادهم دي اللي هنروحها؟ يعني ايه اللي انت عايز تودي؟ ايه الممتع في القرية يعني او اللي جنب القرية؟ رد ادهم عليا وقال لي يا عم دي قرية كده سمعت عنها وقالوا ان فيها جن وكده. انت عارفني بحب الحاجات دي، فعايز اروح هناك جنب القرية دي عشان نعيش مغامرة وكده بقى. مغامرة؟ انت لسه فيك الحاجات دي؟ لسه العبط ده فيك يا ادهم والجن والهبل ده؟ يا ابني اكبر بقى واعقل. يا عم ادينا بنجرب عادي مش مهم. خلاص ماشي اللي انت تشوفه. هنسكن فين بقى ان شاء الله جنب القرية دي؟ رد عليا ادهم وقال لي القرية تعتبر على بعد يعني 200 متر من الفندق اللي هنقعد فيه. فندق كمان؟ يعني قرية وجنبها فندق؟ ازاي يعني؟ انا معرفش والله يا امير، بس اللي عرفته اللي فيه فندق هناك. والله انت متخلف، انت متخلف يا ادهم. انت عايز تودينا قرية عشان فيها جن؟ تعبيط يا ابني. يعني نروح فين يعني يا امير؟ يعني نروح قصر البارون ولا عمارة رشدي والحاجات القديمة دي؟ خلينا نعمل حاجة جديدة بقى. حاجة جديدة؟ ماشي انت حر، بس لو حصل لنا حاجة انت اللي هتتحمل المسؤولية كلها. خلاص يا عم ماشي خلاص هتحمل انا المسؤولية كلها، بس خلينا نروح القرية دي لانها فعلا شداني، وفي قصة هناك حصلت في القرية دي وكنت عايز اعرفها من بدري. ماشي نسافر. كلمنا اهلنا وقلنا ان احنا هنسافر خلاص، وحضرنا الشنط والعربية وجبنا فلوس وكده وظبطنا نفسنا وسافرنا. الطريق بتاع السفر كان طويل جدا وابتدى يتغير تدريجي. يعني الاول كان شمس وهوا عادي، ابتدى الهوا يزيد شوية، ابتدى في زي عاصفة ترابية كده بسيطة، وبعدين انتهت بضباب. مش شايفين اي حاجة،
مش عارفين نمشي. بس شغلنا الكشافات بتاعة العربية ومشينا. وبعد كده اكتشفنا ان الفندق على يمنا. فعلا اهو في فندق، بس فندق كان يعتبر في صحراء، مفيش مكان تاني. والضباب كان مالي المكان كله، احنا مكناش شايفين حاجة. يعني حتى الراجل اللي لما طلع لنا من الضباب كنا فاكرينه اللي هو جن، في حد غلط. اتخضينا في الاول وبعدين عرفنا اللي هو واحد عادي. قربنا من الفندق ودخلنا، وقف ادهم وخالد يتكلموا مع الراجل ويحجزوا الاوضه وكده. واللي هنقعد فيها يعني، وانا ومحمد واقفين يعني قريب منهم شويه. محمد قرب مني وقال لي مش حاسس بحاجه غريبه شويه؟ قلت له حاجه غريبه زي ايه يعني؟ قال لي مش قلبك مش مقبوض كده؟ قلت له قلبي مقبوض ايه يا ابني؟ ما المكان عادي اهو، فندق جميل وحلو، فيه ايه؟ قال لي الضباب وكده، والراجل طالع وبيبتسم لنا بابتسامة عريضة جدا، يعني اكيد حاجة تقلق. ماله يا ابني يا محمد؟ ماله؟ انا مش شايف واحد بيضحك يا ابني، فيه ايه؟ انت عايزه يخش يعني يتف في وشنا؟ لا مش قصدي، بس يا امير مفيش حاجة، بس انا مش مطمن للي هنعمله ده. مش مطمن؟ لا اكلم ادهم بقى، ما تكلمنيش انا، لان هو اللي جابنا هنا. ما تقعدش بقى تقول لي خايف والهبل ده، وبعدين خليك طبيعي، في ايه؟ ما حصلش حاجه يعني. خلاص ماشي. خلاص يا امير مفيش حاجه. خلصنا الحجز وادونا رقم الاوضه وطلعنا عشان نخشها ودخلنا. صدقوني مهما وصفت في شكل الأوضة إنها جميلة جدا ومنظمة مش هتصدقوا. حتى الفندق من تحت كان جميل، ما كان شكله مصروف عليه جامد، بس ليه يتصرف عليه جامد في مكان مهجور زي ده وصحراء؟ مش عارف، في حاجة غريبة. بدأ أدهم يتكلم ويقول ها ايه رأيكم بقى؟ رديت عليه أنا وقلت جميل حلو مفهوم مش بطال. ادهم قال طب يلا بقى كله يحضر نفسه عشان جايب لكم معايا حاجة هتساعدنا في اننا نعرف ايه اللي هيحصل لنا هنا وايه المغامرات اللي هنشوفها هنا. يلا كله يظبط نفسه وانا اخش اجيب المفاجأة واجي. دخلنا غيرنا هدومنا وحطينا اللبس وكده وخرجنا، قعدنا بره في الصالة ومستنيين الاستاذ ادهم يخرج بالمفاجأة اللي معاه. فبص علينا قال لنا ها خلاص جهزتوا؟ قلنا له يا ابني جاهزين. خرج بصندوق او مش عارف، اكيد ده صندوق يعني ان الضباب اساسا داخل على الاوضه فمخلي الانوار يعني كاننا قاعدين في ضلمه. يعني هو صندوق. المهم قلنا له ايه يا عم المفاجاه دي؟ اخلص. فرد علينا وهو قال لنا جبتلكوا لعبه ويجا. رديت انا عليه بقى وقلت ويجا؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو انت مش هتعقل يعني؟ مش كفايه جايبنا في قريه جنبها جن وكمان لعبه ويجا اللي بتحضر الارواح دي؟ في ايه بس يا امير؟ هو ايه اللي فيه ايه يا ابني؟ انت مش عارف ان الحاجات دي غلط وان احنا كده بنحضر وبنكفر بربنا؟ يا عم هي تجربه، اقعد بس والنبي ويا امير ونلعب مع بعض، لعبه حلوه والله. ماشي. ادينا قعدنا، افتح بس كده ايه نور هادي كده ويلا. فتحنا النور خافت كده يعني، يكاد يكون مفيش نور اصلا بس احنا شايفين يعني. جاب اللعبة وحطها على الترابيزة وبدأ يتكلم. بقول لكم ايه بقى، اللعبة دي انا بحبها جدا، كنت بلعبها لوحدي بس ما كانتش بتنفع معايا، فلقيت في تعليمات اللعبة هنا انك لازم يكون معاك اكتر من 2 في اللعبة عشان نلعبها، فاحنا 4 اهو، يلا نلعبها ونسأل اللعبة ايه اللي هيحصل لنا هنا، تمام؟ كلنا ردينا عليه وقلنا له تمام.
فتح اللعبة وبدأ يقرا شوية طلاسم فيها وكده وتعليمات بتاعت اللعبة، بس حسيت ان في حاجة مع صوته وانا مش فاهمها. يعني مش عارف، في حاجة بتقول وراه، واللي بيقول وراه ده بيزود كلام كمان. بدأ النور بتاع اللمبة يخفت شوية ويقل اكتر، الجو ابتدى يبرد. حط ايده على مؤشر بتاع اللعبة وبدأ يقول لها يا ويجا احنا هيحصل لنا ايه هنا؟ اللعبة واقفة مش بتتحرك. يا ويجا احنا ايه اللي هيحصل لنا هنا؟ برضك اللعبة واقفة مش عايزة تتحرك. رديت انا عليه وقلت له يا عم ده كلام تافه، افتح الانوار يا عم وبطلوا هبل بقى. ايه ده؟ مين اللي صرخ الصرخة دي؟ في ايه؟ هي اللعبة دي عملت ايه؟ ما انت يا عم ادهم، مش انت اللي جايب اللعبة دي؟ استنى بس يا امير، انا حاسس انها تتحرك. سكت، ما انا لازم اسكت. بدأ ادهم يكلم اللعبة ويقول لها يا ويجا قولي لنا احنا هنشوف ايه هنا. بدأت الويجا تتحرك وتكون حروف، وهي ألف لام ميم واو ت. الموت؟ يعني ايه بقى الكلام ده يا ادهم؟ استنى بس يا امير. ويجا ارجوكي قرري الاجابة وتكون صحيحة. والويجا اتحركت وبرضك كتبت الموت. يا عم ادهم ما تشوف اللعبة دي بتقول ايه يا عم؟ ما هتبطل هبل بقى وتشيل اللعبة دي عشان ابتديت اقلق. استنى بس يا امير. طب يا ويجا احنا هنشوف ايه هنا؟ اتحركت الويجا ناحية ألف ميم دال واو يه سين. أم الدويس؟ ايه ده؟ يعني ايه بقى ده يا عم ادهم؟ ايه ام الدويس دي؟ فجأة ادهم اتنفض من مكانه مخضوض. في ايه يا ادهم؟ مالك؟ ادهم ساكت ما بيتكلمش. يا ادهم في ايه؟ ساكت ليه كده يا ابني؟ ما تكمل اللعبة عشان نعرف في ايه. لا لا مش هقدر اكمل اللعبة دي. لا يا امير، في ايه يا ابني؟ ما تكمل، خلينا نعرف مين هي ام الدويس دي اللي انت قلتها. انا بس يا امير والنبي، انا كنت فاكر اننا هنيجي هنا نقضي يومين حلوين، نشوف فيهم جن ماشي عادي، اي حاجة تانية عادي، لكن نشوفها هي؟ لا، هي لا، مش هينفع، لو شفناها هنموت. يا ابني مين يا ابني يا ادهم؟ مين ام الدويس دي؟ مش هقدر اقول، ما ينفعش، لو قلت هي هتحضر، دي اسخن من الجن نفسه. يعني اسخن من الجن نفسه. طب احنا دلوقتي نعمل ايه؟ طب اللعبه دي حضرت روح طيب اسمها ام الدويس ولا ايه بالظبط؟ يعني واللعبه قالت لنا كل الكلام ده فكمل بقى ولا هنعمل ايه؟ لا لا مش هقدر اكمل. يعني نعمل ايه يا ادم؟ لا امير والنبي، يلا نقوم ننام احسن، والنبي عشان خاطري ننام، بلاش نكمل. مش انت يا عم اللي فتحت اللعبة وقلت لنا نقعد ومش عارف ايه؟ خلاص يا جدعان يلا نقوم ننام واللي يحصل يحصل. ودخلنا نمنا. بعد نوم عميق جدا صحيت على صوت حد بره. في حد بره بي 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 ماشي، حد بيكلم حد. وقمت بصيت لقيت ادهم، هو واقف وبيبص على حاجة ناحية الحيطة ومركز قوي. كان واقف كأنه مشلول، ما بيتحركش ولا في اي هزة في جسمه. رديت انا الباب شوية عشان ملفتش النظر ليه، ما يحسش بيا.
وبعديها بدأت الحيطة تطلع حاجات منها عاملة زي الحبال كده، زي الأسلاك السوداء، وبدأت تربطه وتشده لجوه الحيطة. وأنا واقف مصدوم من اللي أنا شايفه، وفجأة الحيطة اتفتحت وخدت أدهم جواها واختفى. صحيت مفزوع من النوم. أنا اكتشفت إني كنت بحلم. الحمد لله هو كان حلم. قمت بسرعة جري أخرج عشان أبص على أدهم، لقيت خالد ومحمد قاعدين لوحدهم. ورحت قلت لهم هو أدهم فين؟ خالد ساكت ومحمد ساكت. في يا جماعة انتوا ساكتين ليه؟ أدهم فين؟ قال لي خالد اللي قال لي خد يا أمير الرسالة دي، أدهم كان سايبها. وكانت الرسالة فيها: أنا آسف يا جماعة، أنا آسف إني سبتكم، أرجوكوا خدوا العربية بتاعتنا وروحوا البيت وما تجوش ورايا. أنا رحت القرية بسبب أم الدويس، وبلاش تعرفوا حكايتها لأنها تعتبر أكتر من جن أو جنية عادية. أرجوكم ابعدوا عنها وما تجوش ورايا ولا تفكروا تيجوا المكان ده تاني، وحاولوا ترموا لعبة ويجا، ومش عايزكم تزعلوا مني. رميت الرسالة بسرعة وبدأت أزعق في خالد ومحمد عشان أعرف القرية اللي راحها دي فين، وهم ساكتين. انتوا ساكتين ليه؟ هنعمل ايه؟ مش هينفع نسيبه كده. محمد رد عليه وقال لي صدقني يا أمير مفيش في ايدينا حاجة نعملها، يلا نروح بقى، هو اللي جابه لنفسه. وهو ايه اللي جابه لنفسه يا محمد؟ لا مش هينفع، لازم نروح له، ده صاحبنا. فضلت ازن عليهم لحد ما اقنعتهم اننا ما ينفعش نسيبه. وبعد كده نزلنا وشغلنا العربية وعرفنا طريق القرية فين، وطلعنا على الطريق برضك كله ضباب، بس ابتدى يقل تدريجي. يعني الضباب اختفى والعاصفة الرملية جت والهوا والشمس ظهرت، والقرية كانت على يمنا. صدقوني مهما وصفت المكان هناك انه غريب جدا مش هتصدقوا. القرية كلها مهجورة، مفيش حد في القرية دي تماما، مش موجود فيها اي حد خالص. احنا ازاي هنلاقيه هنا؟ وهو حتى جه هنا ليه؟ هيلاقي مين هنا؟ وفجأة اتصدمنا براجل بيزعق وبيقول لنا انتوا مين؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ احنا يا حاج بس جايين نشوف واحد صاحبنا تاه هنا، وجايين نشوفه يعني عايزين نعرف هو فين. مفيش حد هنا، مفيش حد يقدر يخش هنا اصلا غير باذن انا. طب يا حاج بس احنا جايين هنا وصاحبنا كان جه هنا، اكيد انت شفته يعني. هو صاحبكوا ده كان معاكم؟ اه يا حاج كان معانا. هو صاحبكوا قوي؟ ايوه يا حاج. في ايه؟ هو انتوا صحاب ادهم؟ ايوه احنا. انت عرفته منين؟ اكيد شفته وهو داخل صح؟ طب هو مشي منين؟ فضل يضحك معرفش ماله، معرفش الراجل ده اتجنن ولا ايه. يا حاج فهمنا، انت دلوقتي بتضحك على ايه؟ طبعا هو ما حكالكوش هو جالي هنا صح؟ ايوه صح. طب تحبوا تسمعوا بقى اللي هو جاي عشانه؟ ماشي يا حاج، بس ندور عليه طيب الاول ونعرف هو فين، وبعدين نشوف يعني انا ليه هو جاي هنا وكده. لا لازم تعرفوا الاول قبل اي حاجة. اللي لازم تعرفوه كمان ان اللي هقوله حقيقي وتصدقوا كل حاجة. ماشي يا حاج قول، بس والنبي بسرعة بس عشان نلحقه. يعني هو دخل جوه؟ طيب دخل ازاي؟ انا ابعت حد من اللي معايا يروح يجيبه. لا هو ما دخلش ما دخلش. طب يا حاج ابتدي يحكي عشان نلحقه. اولا ام الدويس اللي حكالكوا عليها، هي دي اللي عملت كده في القرية، هي اللي خلت القرية كلها تمشي.
من 35 سنة كانت القرية في أحلى وأسعد أوقات حياتها، لحد اللي حصل. يوم من الأيام اتولد شاب جديد في القرية، كان كله فرحان بيه جدا. بعد ما كبر ب10 سنين كان بيحب يروح يلعب عند البحيرة جدا اللي في آخر القرية. محدش كان بيحب البحيرة دي خالص، لأنه اتقال عنها اللي هي كان فيها جنية ومش عارف ايه وجن، ما كانش ينفع حد هناك يروح. والولد كان بيلعب هناك كتير، كنا نحوشه عن البحيرة ويرجع بالليل يروح يقعد هناك يلعب في المية ويجري حوالين البحيرة زي المجنون. كبر الولد وبقى في حدود 22 سنة. أصبح مجنون بحاجة اسمها إنه يقعد قدام البحيرة وهو سارح في كل همومه. كان ده دايما وشه حزين، علامات الحزن كله عنها عليه. كان دايما مش بيكلم حد في القرية، مش مصاحب حد. كنا دايما نحس إن هو من برا القرية مش من أهلنا. بقى يقعد جنب البحيرة ليل ونهار. في يوم سمعوا عيال صغيرة كانوا معدين من جنبه، سمعوا وهو بيكلم واحدة بيقول لها هو احنا امتى هنتجوز؟ جم الأولاد وقالوا لنا واحنا ما صدقناش. وبعدها بقى مجنون، بقى بيجري في شوارع القرية كلها من غير ما أي حد يعرف من القرية ليه هو بيجري كده. أهله حزنوا عليه جدا. بعد أسبوعين جوزوه بسرعة، والولد الصغير أو الشاب بقى رجل كبير، أصبح ليه عائلة وابن وزوجة. بعد جوازهم بسنة خلفوا طفل. لكن اللي اكتشفناه تاني يوم من الخلفة، الطفل كان وشه مش وش آدمي، مش وش إنسان، ده كان زي أطفال الجن. ما كانش فيه حد يعرف الحقيقة غير المشعوذ اللي كان هنا واللي هاجر من القرية من زمان. وبدأ يحكي الحكاية للقرية كلها. قال إن لما الولد ده قعد عند البحيرة كتير أحبته الجنية اللي هناك، ويعتبر اتجوزها، أنجب منها طفل. وبعدها قررت الجنية اللي هي تاخده معاها عشان يعيش في عالمها. رفض الشاب رفض شديد لأنه بيحب العالم ده وما يقدرش يغادر منه. ما قدرتش الجنية تعمل أي حاجة، فخدت طفلها وقررت إنها تذهب لعالمها ولا تعد. لكنها تركت له لعنة إنه إذا تزوج أو أحب غيرها لن تكون حياته سعيدة. وساعة لما اتجوز وأنجب طفل، جت الجنية بالليل وبدلت الطفلين، حطت الطفل بتاعها وخدت الطفل بتاعه. ألقى المشعوذ على الطفل اللي هو نصه جن ونصه بشري تعويذة تغير من شكله، عشان الولد لما يكبر ما يعرفش انه في صفات من الجن وانه ينتمي الى عائلة الجن ولازم يعيش معاها. وبعديها ألقت أم الدويس لعنة على القرية كلها، بسبب ان القرية كانت فرحانة جدا بزواج الرجل من الزوجة دي. أحرقت كل البيوت، والناس اللي كانوا فيها جريوا برا القرية، والقرية كلها اتحرقت خوفا منها ومن سرعتها، لأن أقدامها كانت مثل أقدام الماعز، ولذلك سميت بالدويس أو المداس. وبعد ذلك هرب المشعوذ بالطفل
اللي غير شكله لمكان بعيد وتربى الطفل، وفي زوجان تبنوه بدون أن يعلموا إنه من الجن، وإنه لازم الطفل ده يعيش معاهم. بقت أم الدويس تبحث عن طفلها في العالم كله. وكيف هي تبحث وقد تغير شكله وأصبح شاب وكبير ومع أصحابه دلوقتي؟ يعني انت يا حاجة قصدك ان ادهم هو ابن ام الدويس؟ بالظبط. وانتم مالكوش دعوة باي حاجة، لازم تروحوا، لانها لو عرفت انكم جيتوا هنا عشان ترجعوه اظن انكم مش هتقدروا تروحوا بيوتكم اصلا. خالد ما كانش قادر ياخد نفسه وعمال يقول لنا يلا يلا نروح. ما كانش قدامنا فعلا غير اننا لازم نروح. جرينا بسرعة على العربية وركبنا ورحنا الفندق، وطلعنا على الفندق عشان نلم هدومنا، وفتحنا الباب. وأول ما فتحنا كان أدهم في وشنا، بس ما كانش عادي. كان في عروق سودة في كل جسمه، وعينيه ما كانش لونها طبيعي، وكان يعتبر واقف على الهوا. وفجأة خدنا الشنط بتاعتنا اللي كانت جنب الباب ونزلنا نجري، وركبنا العربية وجرينا بيها. بس كان الضباب مالي المكان جدا، ما كناش شايفينه. وفجأة العربية اتقلبت بينا واحنا على الطريق. شفنا حاجة سودة طويلة هي اللي قلبت العربية كده. أنا دلوقتي فين؟ أنا دلوقتي في مستشفى في القاهرة بعد الحادثة دي. مفضلش غيري أنا ومحمد، وخالد مات. محمد اتحبس في مستشفى المجانين بسبب إنه حكى الحكاية وهما مصدقوهوش، وأنا بتعالج في المستشفى بسبب الجروح الكتيرة اللي موجودة في جسمي، واخش عملية بعد شوية. ادعولي اني اطلع سليم، لاني مش انا ومحمد بس اللي فضلنا، لا، دي لعبة ويجا كمان فضلت معانا. لازم ارجع هناك عشان ارجع ادهم، لازم. كده القصة خلصت. انا اسف لهي قصيرة جدا ومش عجباني اساسا، بس فكرة ان ام الدويس والحاجات دي فعلا قصة حقيقية. يعني انا زودت عليها شوية تأليف من عندي، بس يعني يلا الحمد لله، انا ما كنتش اساسا معايا قصص، يلا معلش. ان شاء الله اجيب لكم قصص احلى من دي، لان دي مش عجباني جدا وصغيرة قوي. و يعني وقت سعيد ان شاء الله، واجازة سعيدة عليكم، ورمضان كريم. يا رب القصة تكون عجبتكم واستفدتوا منها. واللي عايز يدور على أسطورة أم الدويس أو القصة بتاعتها اعمل سيرش على النت وهتعرف مين هي أم الدويس. يا رب أكون فدتكم بالمعلومة دي. شكرا جدا.